السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة فتة العيد بقى كده. الطعم بتاعها حكاية جدا. انا بقى ايه، هنعمل شوية شوربة الاول كده واوريك كل التكات بتاعت الشوربة عشان تطلع معاكي حلوة وناجحة ومظبوطة وتاخدي منها طعم حكاية. انا بقى هنا كنت جبت اللحمة بتاعتي، كمية اللحمة اللي انت عايزاها، وجبت حلة حطيت فيها معلقتين زيت او سمنة بلدي، اي مادة دهنية انت حباها. انا بقى كده هبدأ ان انا انزل باللحمة. هنزل بقطع اللحمة بعد ما الزيت سخن بالشكل ده كده. بس ما تكتريش الإدام، يعني ما تكتريش المادة الدهنية بتاعتك، عشان ايه ما يعني الشوربة تبقى مش مدهنينة، لا تبقى واخدة الدهون بتاعة اللحمة بتاعتك. انا نزلت دلوقتي كده بكمية اللحمة بتاعتي اللي عندي. هبدأ بقى ان انا هسيبها كده تتشوح وتتلسوع من على الجنبين بالشكل ده كده. انا سبتها بقى ايه لحد ما اتشوحت خالص واتلسوعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وقلبتها على الجنب التاني. وان انا هفضل هنا اسيبها كده برضو لحد ما خلاص بقى ان اعرف ان هي اتشوحت وخلاص. هبدأ ما اجيب معاكم بقى جزر وطماطم وورق لورا وبصل وحبهان وقرفة وروزميري، وكل دوت هنزل بيه البهارات بتاعت الشوربة بتاعتك. لو عندك لومي برضو تضيفيه. وهتبداي بقى ان انت تشوحي البهارات ديت مع البصل مع الطماطم والجزر. هتبداي تشوحيهم كويس جدا مع اللحمه، يعني تفضلي برضو شويه كده تشوحي لحد ما اللحمه تتطعم من البهارات بتاعتك. وبعد كده بقى ان انا هجيب الكتل، انا ملياه ميه مغليه، يعني نزلت بيها بميه مغليه. هفضل بقى ان انا اضيف الميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اقلبها تقليبة كده. يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، على فكرة اللي على الوش ده مش ريم، لأ. ده هو شكل يعني الشوربة لما هليت غلوتين ما بقاش فيها اي ريم خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. واللحمة بسم الله ما شاء الله استوت. والشوربة بصوا صافية خالص ما فيهاش اي ريم، وطعمها ولا اروع ولا ألذ من كده. انا حدقتها بقى، تعالوا نعمل يلا الفتة. جبت بقى الصينية بتاعتي وكسرت فيها العيش كده. العيش اللي انت حباه، لو بتحبي العيش فيها قليل تمام، بتحبي العيش فيها كتير، اللي انت بتحبيه اكتر زوديه عادي مفيش مشكلة. طبعا انا عملت الرز هنا رز ابيض، كلنا بنعرف نعمل الرز. وجبت بقى هنا بتاع طبق وكان فيه معلقتين سمنة بلدي. هبدأ بقى ان انا ارش كده معلقتين السمنة البلدي دول على العيش عشان يدي تطعيمة للفتة بتاعتي. هفضل بقى ان انا يعني احطهم كده بالشكل دوت، وهفضل اقلبهم يعني عشان ايه السمنة البلدي تتشرب من العيش. لو ما عندكيش سمنة بلدي وعندك سمنة زبدة، حطي برضو هتبقى جميلة جدا. تعالوا بقى نعمل الطماطم. انا جبت دلوقتي بقى كده حلة وحطيت فيها معلقتين زيت، وحطيت عليها معلقة توم كبيرة بالشكل دوت، وان انا هبدأ اسيبها لحد ما تحمر. تمام. وهبدأ ان انا بقى ايه، عندك طماطم متسبكة حطيها، عندك ما عندكيش اضربي شفشق طماطم وحطيه. انا دي كانت طماطم متسبكة عندي حطيتها. والشوربة كده كانت خلاص بقى زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى ان انا اجيب صينية الفتة بتاعتي العيش، وهبدأ ان انا انزل بالشوربة. ممكن يا جماعة على فكرة لو انتي بتحبيها العيش طري، هتزودي الشوربة فيها. مش بتحبي العيش طري وتحبيه مقرمش، يا دوبك تحطي بس ايه مغرفتين كده عليها وتسيبيه لحد ما العيش يتشرب. هتبداي بقى ان انت تجيبي شويه رز من اللي احنا عملناهم، وهتحطيهم كده على بعض. وان انا هبدا ان انا اخلط الرز بتاعي مع العيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا اخلطهم كويس جدا. لحد بقى ايه يعني عشان يبقى العيش وانتي بتاكلي الفتة كده تبقى العيش فيه الرز. هبدأ بقى ان انا اجيب بقية الرز بتاعي وان انا انزل اعمل بيه طبقة على الوش بقى اللي هي الطبقة الاخيرة. انتي لو ما بتحبيش الرز كتير في الفتة برضو قللي الكميات دي ترجع لك انتي وعلى حسب ما انتي بتحبي.
هبدأ بقى ان انا اسوي كده الصينية، وان انا احط يعني الرز على الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا حطيت كمية الرز اللي عندي كلها وسويتها. جبت بقى الطماطم، كانت خلاص بقى اتفكت بصراحة كلها لان انا كنت مسبكاها. زودتها بس شوية مية صغيرين كده، وبدأت احط بقى البهارات بتاعتي: ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسمر. هي القوام بتاعها هوت، ولا بيبقى تقيل ولا خفيف، بتبقى طعم الفتة جميل جدا بالصلصة دي. هبدأ بقى اجيب الطشة بتاعتي. هجيب بقى مع طاسة، واحط فيها برضو معلقتين زيت او سمنة، واحط فيهم معلقة من الثوم، وهبدأ ان انا احطهم كده في قلب البتاع ده، الزيت. وهبدأ ان انا انزل بيهم بمعلقة كزبرة، يعني معلقة حلوة كده. وهسيبها ان هي تاخد لون مع التومة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هي بقى كده كانت خلاص خدت اللون بتاعها. هبدأ بقى ان انا اجيب خل، وهنزل بربع كوباية خل. تنزلي بربع كوباية من الخل وتسيبيها لحد ما تغلي مع بعضها شوية. يعني أنا نزلت كده بربع كوباية من الخل، وسبتها ان هي تغلي شوية مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. ورحت طفي عليها النار. هبدأ بقى ان انا انزلها من على النار علشان اشرب بيها الرز بتاعي. هبدأ بقى اخد بالمعلقة كده، وان انا هرش بيها على الرز، هرش الرز كله بالخلطة بتاعتي بالشكل ده. وحطيت بقى الصلصة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا بقى خدت اللحمة بتاعتي وحمرتها برضو زي ما انتوا حضراتكم شايفين. والشوربة شايفينها عاملة ازاي يا جماعة، والله العظيم لون وطعم تحفة وحكاية. جربوها بس كده وهتعجبكم، وبألف هنا وشفا. ولو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.